احنا بنتربى على حاجات كتير، في منهم حاجات بصراحة كده ما بتعجبنيش خالص. من الحاجات دي اننا اتربينا على انك لو بقيت طيب الناس هتحبك وتحترمك، او مثلا انك لو اشتغلت بجد وتعبت في الشغل جامد هتعمل فلوس كتير وهتبقى غني، او مثلا انك متربي على ان الشخص ده سندك ومش هيميل. حياتنا بتتبني على الحاجات دي كلها، والمبنى في الاخر او الشخصية نفسها بتبقى هشة ضعيفة، اكنك بنيت عمارة كاملة على رمل، مش هتكون مستقرة. النضج مش انك تكبر في السن، النضج بجد هو بعد اللحظة اللي الدنيا بتديك فيها ألم يخلي ودانك تصفر، بس هيفوقك من حاجات كتير كنت فاهمها غلط. شر لابد منه. لما بتاخد ألم من الدنيا بتحس انك عريان تايه، العالم ده كله بتحس ان هو ضيق عليك. المهم في المرحلة دي الناس بيتقسموا نوعين، نوع بيحاول يصلح اللي فات واللي باظ، وده نوع بيضحك على نفسه وهقول لك ليه شوية كده. ونوع تاني بيتفرج على كل اللي حصل له واللي باظ منه من بعيد، وبيكون عارف ان اللي حصل ده فرصة. عارف ليه لازم تتهد وتتكسر؟ عشان تشوف العالم بجد، عشان تكتشف انك كنت غلط لما كنت خايف تخسر الوظيفة او تخسر العلاقة اللي انت فيها، او كنت غلط لما عملت أهمية رأي الناس فيك. النضج بيبدأ لما تسأل نفسك أنا مين بعد كل الخسائر والهيصة اللي حصلت دي. بص يا صاحبي، مفيش حد بيوصل لأقوى نسخة من نفسه وهو شايل هموم الماضي وكراكيب اللي فات. الحاجات اللي حصلت لك عدى عليها سنين وانت لسه شايلها، لازم تحرق السيستم القديم كله. سيستم بايظ أصلا ومليان مشاكل وحوارات، لازم تمسحه عشان ده زي الفيروس بالظبط. والله هتشنش ومش هتعرف تعمل أي جديد في حياتك لو فضلت عايش في اللي فات. امسح كل اللي فات ونزل نسخة جديدة خالص لو عايز فعلا تتغير. ومن خلال خبرتي البسيطة جدا في الحياة اتعلمت شويه حاجات كده جاي افهمها لك. ركز معايا في اللي جاي عشان هقولك على 3 حاجات لازم تعملهم عشان النسخه الجديده تبقى مظبوطه. خلاص عكينا كتير، نفوق للي جاي. اول حاجه، بطل تندم على اي خساره قديمه. افهم ان اللي انت خسرته كان مكسب ليك، انت دفعت حق كورس علمك كتير جدا بس دفعت الثمن مقدما. المصلحه هنا واللي انت اتعلمته لما تقع في نفس الموقف تاني هتكون عارف تتعامل ازاي وتخرج منه ازاي. تاني حاجه، سمي الخساره باسمها. مثلا انا اتخذلت في حد قريب جدا، ما اقولش انا مكسور، لا اقول انا دلوقتي بتعلم ازاي ما اديش الامان لاي حد واتعلم استغنى. اعلى درجات النضج الاستغناء. بيع يا معلم، بيع اي حد. تالت حاجه واخر حاجه، اوعى تصدق اي حاجه تتقالك من اي شخص في العالم. لما حاجه تحصل لك انت او تشوف بعينك انت صدق، عينك مش هتكذب عليك. لو انت وصلت للمرحله دي من الفيديو فاكيد انت حصل لك حاجه علقت معاك شويه، فالفيديو ده ليك. وبعد ما تقفل الفيديو قدامك حاجه من الاتنين، يا تقعد تصيح وتحزن وتفضل تقول يا ريت اللي جرى مكان، يا تشوف ان كل ده حصل لسبب عشان بس تدخل في مرحله اكبر من الحياه، مرحله النضج. هتفضل عيل لحد امتى؟ خلاص شنبك طلع ودقنك طلع تهو ما شاء الله. واخر حاجه هقولها مثال على كلامي بس، يعني ان خسرت مستقبلي اللي هو شقتي وعفشي واخدت قدامهم او مقابلهم 3500 جنيه تقريبا. واللي عمل كده حد ما ينفعش اقف قدامه عشان ما يجيش حد يقول لي طب وانت سكت ازاي. لا، دي كانت صدمه في حياتي من حد انا ما ينفعش اقف قدامه، ودي كانت وقعه قويه جدا بالنسبه لي. المهم اني بعافر عشان اجيب شقه تاني وعفش تاني واجهز نفسي من جديد، مع اني عشت فتره كبيره جدا من حياتي متاثر بالموضوع ده، بس اكتشفت ان كنت اقدر اعمل تاني وتالت من بدري، وفضلت عايش في وجع اللي فات وفضلت مؤخر نفسي لحد ما تميت ال 30 سنه. فاللي انا فهمته من كل اللي حصل لي حاولت افهمه لك باختصار، يا رب تكون المعلومه وصلت. ولو انت مريت بموقف او حاجه صدمتك بس علمتك وغيرت فيك كتير، اكتب رقم 22 في الكومنتات. معرفش ليه 22 بس عشان اعرف انك وصلت للمرحله دي من الفيديو. سلام.